إذا أيها الإخوة والأخوات، نتنافس في الخير في حملة إغاثة النازحين داخل سوريا. ومعانا إبراهيم من السعودية. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أخي الحبيب. أخي العزيز، أنا فلسطيني الأصل. شو بدي أحكي؟ بدي بس أحكي لك شغلة. أنا حكيت مع الكنترول على أساس يبعثوا لي رسالة كيف بدي أحول شو اسمه، بس حبيت كمان رسالة للعرب قبل رسالة لإلي أنا أو شو اسمه للتبرع. أنا إنسان صراحة لا أملك إلا ثمن عملية ضرورية أنا مأخرها إلها سنة. عفوا، آسف جدا، بس لقيت سوريا أبدأ من لي بهذه الفلوس، فأنا راح أبعث فلوس العملية وبس تشفى سوريا بكون أنا شفيت إن شاء الله. أخي الحبيب، أخي الحبيب، شكرا لكم. لا أخي الحبيب، اسمع. شكرا. لا معلش، الله يخليك، بس بعد إذنك الله يخليك. رد علي. أنا أتمنى بس من كل عربي ما بيعرف سوريا يعرف إنه سوريا، معلش، سوريا بلد غالي. إذا ضاعوا العرب. طب اسمع يا أخي محمد. أخي محمد، 20 سنة أخي محمد، أنا تعلمت فيها. أخي محمد، أخي محمد، أنا بالنيابة، أخي محمد، أخي إبراهيم، آسف، إبراهيم آسف، بالنيابة عن الدكتور طارق طهبوب وعدد من الأطباء المتعاونين معنا، أطلب منك تترك بياناتك. خلينا نشوف موضوع العملية على جنب وتبرعك يضل ماشي إذا ما فيها إزعاج عليك. أخي العزيز، معلش، أنا بحكي معك بكامل قواي العقلية. أنا إنسان شفاي بشفاء سوريا، ما بحكي، ما ببيع وطنيات. أنا إنسان لا، ما قاعد ببيع وطنيات، بس أنا بوصل رسالة للعرب إنه يا ناس، يا بشر، سوريا تنتهك، أرجوكم. الأهم من كل شيء سوريا، والله العظيم أهم من كل شيء. أخي إبراهيم، بالله، وأنا بتفرج عليكم ما حسيت بألمي. أنا حاسس بألم. أنا حاسس إنه الألم ألمي سوريا، مش ألمي اللي أنا بحس فيه. والله أنا من سوريا، أقسم بالله العظيم أنا من سوريا، وحياة كتاب الله أنا من سوريا. أخي إبراهيم، أنت إن شاء الله تعالى يعني داوى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة. إن شاء الله إنه يكون لك شفاء، بس نحن نرجوك هنا إنك تخلي معلوماتك عند الإخوة في الكنترول، بس لعله لك مخرج إن شاء الله. أخي العزيز، موجود رقم تليفوني. أنا اسمي إبراهيم زايد. شكرا. أنا إنسان. شكرا يا أخي إبراهيم. احنا سنتابع هذا الموضوع. يعني موقفك هذا موقف يسجل إن شاء الله بماء الذهب، ولك أجر عظيم. يعني تضحي بعمليتك بالفلوس أنت بحاجة لها لأهلك وإخوانك، واعلم إن شاء الله أنه هذا فيه الشفاء إن شاء الله. الواحد يا عثمان يشعر حاله صغير أمام قامات كل أولئك، قامات الناس اللي في الداخل اللي بواجهه، ثم قامات كل أولئك اللي كل واحد بيتصل بيعطيك موقف. وبجوز لو الوقت يسمح ونسمع من كل واحد قصته، دروس لا تنتهي.